مربعات يعني. صباحكم مساء، أنا ملوكة اللوكة، والنهاردة هتعلم أعمل صلصة المحشي. لأ، وأعمل محشي كمان، ما شاء الله عليا. ويلا بينا على المطبخ، جو. دلوقتي زي ما انتوا شايفين اني بستغيث بنقطع بصل. تقولولي هو كل يوم بصل يا ملك؟ اقول لكم انا مالي، ماما اللي قالت. تقريبا البصل ده معانا على طول. وزي ما واضح هنا يا اخواتي، انا بعاني في قفل الكبة علشان نفرم البصل. وهنا بسلي نفسي وبسلي ماما بتأدية بعض العروض الاستعراضية على أنغام الكبة. وهنا يلا بينا على الحلة. هنعمل ايه؟ هنحط الزيت وبعدين نقفل ازازة الزيت. ايوه، انا بنوتة جميلة منظمة. ثم نقوم بوضع البصل الكثير. ليه كتير؟ ماما قالت لي المحشي بيحب البصل. ليه؟ ما اعرفش. شايفين لحظة الصمت دي؟ ماما بتقولي شغلتي البوتاجاز وانا طبعا ما شغلتوش. وشغلنا البوتاجاز، احمدك يا رب. ونقلب بقى الحاجات اللي حطيناها ونزيدها على فكرة. سؤال بس. نعم. هو ليه البصل لما نسيبه بيصغر؟ يتحمر يصغر؟ اي حاجه في الدنيا بيبقى جواها ليكويدز، سوائل، تمام. وانس ان انا بحطها على النار بتطلع السوائل اللي جواها ويحصل لها ايه، يعني شرينك، تصغر. بس فعشان كده بصل وتغر اللحمه ايا كان حاجه بتضمر. طيب لو جبتها، يعني لو حمرتها وبعديها جبتها تاني وحطيت فيها ميه، هتكبر تاني؟ انا حاسة، مش متأكدة، ان ماما هنا فقدت حاسة النطق. نرجع للمحشي. هنضيف طماطم مضروبة، ماما اللي عاملاها ومفرزناها. احمدك يا رب، حاجة معمولة. وطبعا ملح وفلفل اسمر، ثم معلقتين توابل محشي، او زي ما ماما قالت اي توابل بتحبوها. ودلوقتي ونقلب. الطماطم صلصه. نغسل الخضرة كتير مع خل والرز بالمية. ودي حتة سترينجر ثينكس، اصلا بحبه قوي. المفروض نقطع الخضرة دي صغيرة قوي، بس انا قطعت بقى على مزاجي. خايفة من السكينة يا جدعان. فوالا، بيرفكتو. ونضيف الرز والصلصة والخضرة ونقلب. وانتظروا الفيديو القادم. بحبكوا خالص مالس بطاطس. باي باي.